بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على خير الخلق وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم أصحاب في كل مكان. فيديو جديد من عالم الإطارات. عشان فيديو النهارده هنعرف طريقة علاج التنميلة اللي بتحصل في الكاوتش. ازاي نعالج التنميلة اللي بتحصل في الكاوتش وازاي نعرف مكان الخرم الداخلي. تابعوني وإن شاء الله هتستفادوا كتير. طبعا يا حبايبي احنا عارفين ان التنميله دي مشكله كبيره بتقابل ناس كتير في الكاوتش، ومعظم الناس بتقول لك حط ماده. طبعا اللي بيقول لك حط ماده طبعا لان هو مش عارف يوصل للمشكله من الاساس من الداخل. اساس التنميله بيبقى لازم يكون فيه سبب داخلي في الفرده من جوه، في خرم داخلي هو اللي بيطلع الهواء بين السلك وبين التير. فانا عشان امنع التنميله ديت لازم اوصل للعيب اللي جوه او الخرم من جوه وابتدي ان انا اعالجه. طب النهارده هنعرف ان شاء الله ازاي ان انا اقدر اوصل للخرم الداخلي ده. طبعا لان هو طبعا ممكن مش يبقى ظاهر معانا، ممكن مش يبقى فيه مسمار، ممكن ما يبقاش فيه خابور، ممكن ما يبقاش حاجه ظاهره من جوه. فهنعرف مع بعض النهارده طريقه، طبعا الطريقه دي مبتكره يعني مش حد يعرفها اصلا ولا حد يقول لك عليها. الحمد لله ربنا الهمني ان انا اقدر اوصل للطريقه ديت، وحبيت ان انا اقولها لحضراتكم عشان الناس كلها تستفيد منها، والاجر عند الله ان شاء الله. ويا رب ان شاء الله تستفيدوا منها النهارده وتعرفوا الطريقه، وان شاء الله تبقى ناجحه معاكم زي ما نجحت معايا ان شاء الله. وهوريكم برضو عملي على الفرده، هوريها لكم دلوقتي، وهنشوف برضو بعد ما تخلص وهنجرب الفرده بالميه والصابون. بصوا يا حبايبي هنشوف مع بعض دلوقتي التنميله في الفرده. بص كده المنفسه منين اهو، مكان التنفيسه هنا، بس احنا معلمين بالقلم اهو، مكان خابور اهو، معمول رقعه مكوى من جوه، وفي تنفيسه هنا في المكان ده. المكان ده من جوه هنشوف مع بعض ما فيهوش اي حاجه. المكان اهو، دي الرقعه اللي على الخابور اهو، دي الرقعه اللي معموله على الخابور، وده المكان اللي فيه التنفيسه الثانيه اهو. فين مكان ما فيهوش اي حاجه خالص. طبعا دي بتحصل مع ناس كتير جدا والناس بتحتار فيها. التنميله اللي في الجنب تحصل واحنا مش عارفين مكانها فين، سببها ايه. طبعا احنا عشان نكتشف السبب ده لازم نضغط هواء. طب هنضغط هواء ازاي؟ هنضغط هواء من بره، من الفتحه اللي بتنفس من بره زي ما هنشوف مع بعض. يعني احنا دلوقتي مع بعض هنضغط زي ما احنا شايفين كده، هنضغط هنا مكان الخابور اهو، مسدس هواء اهو، ونبتدي ان احنا نضغط هنا ونحط ميه بصابون جوه. نحط ميه وصابون جوه اهي زي ما احنا شايفين، ميه وصابون جوه اهي على الفرده، مغرقه الفرده، ونبتدي ان احنا نضغط على المكان الخابور او مكان الخرم اللي بينفس، نضغط فيه هواء من بره اهو. الخابور اهو اللي احنا معلمين عليه اهو اهو، بس طبعا لازم نضغط الهواء كويس عشان الهواء يدخل جوه الايه بين السلك وبعض. بص على بنكبس هوا اهو، شايفين التنفيسه ظهرت معانا اهي. لو احنا جبنا الميه عليها كده اهو، الميه اهي، بس سمعت؟ لا واضحه اهي. شايفين البلالين بتدفع مكان الصابونه اهو، المكان ده اهو. يا رب تكون واضحه بس عشان خاطر تشوفوها، عشان نقدر ان احنا نوصل للعيب ونقدر ان احنا نعالجه اهو 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 اهي. شايفينها بتنفخ اهي 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 كده، نفخت اهي. طبعا هي ماشيه بين السلك وبين البلاستيك، فدي هنعمل عليها اهي زي ما احنا شايفين اهي، مكان ظهره. طبعا ده هتعمل عليه رقعه هتمنع كل التنميله اللي كانت في الجنب. طبعا عرفنا المكان اهو، عرفنا المكان اهو. طبعا هنعلمه ونبتدي ان احنا نعمل على الرقعه مكوى تاني او سريعه على حسب مكانها. دي سبب تنميله اللي بتبقى في الحرف. عرفنا الطريقه، يا رب تكونوا استفدتوا منها ونقدر نشتغلها. طبعا الطريقه دي متجربه، يعني انا شغلتها بدل مره 2 و3. زي ما بقول لحضراتكم احنا قدرنا نوصل للعيب اللي الداخلي نفس شغل الماده. الماده بتوصل للخرم من جوه وبتبتدي ان هي تكتمه.
احنا قدرنا نوصل للخرم بالطريقه اللي احنا شفناها مع بعض، وبالتالي احنا عالجنا الفرده من غير ما نحط فيها ماده، وبالتالي حافظنا عليها طبعا عشان خاطر ان احنا نحافظ للزبون على الفرده بتاعته. طبعا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس انفعهم للناس. فاحنا النهارده اهو طريقه جديده، وطريقه ما حدش هيقول لك عليها قبل كده ولا حد يعرفها قبل كده. الطريقه دي من فضل الله، من فضل الله طريقه حصريه اكسكلوزيف عندي. فيا رب تكون وصلت لحضراتكم يا رب ان شاء الله. طبعا يا حبايبي اهو بعد ما خلصنا مكان الخابور اهو اللي احنا نفخنا منه، وده مكان التنفيذ اللي كانت بتنفذ، والخرم اللي احنا عملناه في المنطقه دي كده تمام، هنا كده جنب الخابور هنا اهو الخرم اللي احنا لحمناه في الحته دي في المنطقه دي. طبعا دي كانت منمله الخابور، والفتحه دي كانوا منملين اهو الخابور اهو. هنحط عليه ميه بصابون او ميه ببريل اهو. طبعا ما فيش اي حاجه، طبعا لو في تنفيذ هتعمل رغاوه على طول. والفتحه الثانيه اهي الحمد لله طبعا زي ما احنا شايفين ما فيش اي حاجه. ده طبعا الماده بتعمله بالظبط يعني اللي احنا. يا رب تكونوا استفدتوا منها ان شاء الله. مستني طبعا لايكاتكم والتعليقات والدعم، طبعا مستني دعمكم ليا عشان اقدر ان انا اكمل وتقدروا تستفيدوا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.